الفنان عمرو دياب مصمم يبقى مثير للجدل، على الاقل بالنسبه لي. بعد واقعة القلم واعلان بيبسي، عمرو دياب كان عامل حفله في الساحل، تقريبا 2-3 اللي انا منهم اللي ما راحوهاش، وهي قلبة الدنيا على السوشيال ميديا. بس انا لما بتفرج على الفيديوهات بركز في حاجات معينه. بعد التركيز في الفيديوهات اللي هو بيغني فيها على الاستيدج في حفله الساحل، لقيت الفنان عمرو دياب لابس من براند فان كليف ومن براند كارتيه مجوهرات في ايده، كانت المفروض لحد وقت قصير جدا بتاعه البنات بس. وخلونا نبدا ببراند فان كليف اللي الفنان عمرو دياب لابس منها 2 بريسلت من كوليكشن هامبرا، وهو اشهر كوليكشن موجود في براند فان كليف. واول بريسلت معانا مصنعه من الذهب الابيض، وفيها حجر الاونكس الاسود، وفيها كمان الماس، وسعرها $16600. تاني بريسلت برضو من نفس الكوليكشن، ولكن كلها مصنعه من الذهب الابيض المرصع بالماس، وسعرها $34000. لما رجعت شويه كده بالفيديوهات، لقيت ان الفنان معتمد اللوك ده بقاله فتره، وكان لابس كمان سلسله فينتج الهامبرا اللي سعرها $12500 في كذا فرح وكذا حفله قبل. ندخل بقى على بقيه المجوهرات اللي الفنان عمرو دياب لابسها في ايديه، ولابس اسوره الحب الشهيره جدا من براند كارتيه، ولكن هو لابسها مرصعه بالالماس، وسعرها علشان الاطلاله تكمل كلها في ايد الفنان اخيرا لابس بريسلت مش مرصعه باي الماس، ذهب ابيض بس من كلاش دو من نفس براند كارتيه، وسعرها $10900. يعني الحسبه كده بتقول الفنان عمرو دياب طلع لابس مجوهرات في ايديه بس بحوالي $87,000، يعني بما يعادل مصري 3 مليون وشويه. بس انا مش دي مشكلتي خالص، انا مشكلتي حاجه تانية خالص. هل بعد ما الفنان عمرو دياب لبس الفان كليف والكارتيه الرجاله هتعتمد اللوك والترند ده من وراه، ولا هيفضلوا سايبينه خاص بالسيدات؟ قولوا لي رايكم في اللوك بتاع عمرو دياب وفي المجوهرات بتاعتنا اللي هو ابتدى يلبسها. اما انتوا بقى لو عايزين تعرفوا حاجات جديده عن المجوهرات تابعوني، انا اسمي ساره، وارجعوا اسمعوا كل الفيديوهات. باي باي.